السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة إن شاء الله هنتعرف على تردد القناة الرياضية المغربية، وكمان بالإضافة إلى تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية TNT. أولا لازم نعرف إن قناة الرياضية بتبص على 4 أقمار صناعية، وهم قمر نايل سات، القمر الثاني قمر يوتل سات 21 درجة شرق، قمر بدر 26 درجة شرق، والقمر الأوروبي هودبرج. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ القناة الرياضية سواء اللي هي الأرضية أو الفضائية هم نفس البث، ولكن في بعض الأحداث الرياضية قناة الرياضية الأرضية بتنقل مباريات أكتر شوية. طيب هنبدأ الأول بالقمر نايل سات. القمر نايل سات لا يستقبل إلا في دول شمال غرب أفريقيا، يعني على الترددين 11514 رأسي والتردد 1147 رأسي، ودي القناة الفضائية وليست الأرضية. يبقى اللي على نايل سات هي القناة الفضائية وليست الأرضية. نروح للقمر التاني اللي زي ما واضح قدام حضراتكم، وهو القمر الأوروبي. هنا القمر الأوروبي هي القناة الفضائية وليست الأرضية. القناة إشارتها كويسة جدا، ممكن استقبلها في جميع أنحاء الوطن العربي. التردد 10871، معدل الترميز 27500، أما الاستقطاب فالاستقطاب رأسي. نروح بعد كده للقمر الثاني وهو قمر يوتل سات 21 درجة شرق. برضو دي القناة الأرضية ولكن لا تستقبل إلا في دول شمال أفريقيا، وهو التردد 11189، تردد 9690 أفقي، والتردد 11618، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي. نروح بقى لأهم قمر عندي وهو اللي رايح له دلوقتي، وهو القمر بدر 26 درجة شرق. هنا بقى وصلنا للقمر اللي هو القمر بدر 26 درجة شرق. من حسن حظنا هنا ان القمر ده بيستقبل القناتين بإشارة عالية جدا. يعني القناة الأولى هنا اللي هي القناة الرياضية اللي زي ما حضراتكم شايفين بدقة SD بستقبلها على جميع أنواع الريسيفرات. الميزة بقى ان القناة دي هي القناة الأرضية، يعني هي دي اللي بتنقل كل الفعاليات الرياضية. ترددها 11180، معدل ترميز 27500، استقطاب رأسي زي ما حضراتكم شايفين الإشارة عالية جدا 94%. نروح بعد كده على القناة الرياضية بقى HD، ودول 4 قنوات ولكن بدقة HD. لازم يكون عندي ريسيفر HD علشان استقبلهم، ولكن هي دي الحزمة الفضائية. الحزمة الفضائية هنا على التردد 11623، معدل الترميز 27500، أما الاستقطاب رأسي. يبقى على قمر بدر عندي القناة الأرضية الرياضية TNT تردد 11180 زي ما حضراتكم شايفين إشارة بتوصل 94، والقناة الرياضية على تردد 11623، معدل ترميز 27500، والاستقطاب رأسي. شكرا جدا لمتابعة حضراتكم.